ايه ده؟ مش عارفه ده يخليه. ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه ده ندى؟ مالك؟ ايه يا محمد؟ مالك؟ دايخه شويه، مش عارفه في ايه. دايخه؟ لا يبقى تعالوا نروح لدكتور بسرعه. يلا يلا امشي على مهلك. اتفضل. اتفضلي يا ندى، ارتاح. الف سلامه على المدام. عليه السلام. خير، بتشتكي من ايه؟ بص، انا دايخه بالي فتره ومش قابله اي اكل، على طول ان انا بستفرغ الاكل اول ما باكله، ومليش نفسي اعمل اي حاجه، وفي وجع في بطني كده. لا تمام خير ان شاء الله يا استاذ، ما تقلقش. اعملوا لي بس التحليل دي، المعمل هنا جنبنا. خير يا دكتور؟ طمني يا استاذ ما تقلقش ان شاء الله خير. اعمل بس التحليل وتعالى لي، هي بتطلع على طول في ربع ساعه. ماشي. تعالي يا ندى. يا رب هونها يا رب من عندك. اتفضل. اتفضل يا دكتور، التحليل اهي. قلقان ليه بقى؟ ان شاء الله. يا سيدي الف مبروك، المدام حامل. نعم. انت بتقول ايه؟ انت زعلان ليه حضرتك؟ انا بقول لك حامل وانا بقول لك مريضه. حامل ايه وبتاع ايه؟ اكيد الكلام ده مش صح. بص، هو حاليا انا كان ممكن الاعراض اللي هي بتقولها دي اصلا من البدايه اشخص ان ده حمل، بس انا طلبت تحليل عشان يبقى الموضوع على بينه تاكيد يعني. فهي حامل. ماشي يعني ماشي. الكلام ده شكرا لحضرتك. يلا العفو. بينا يا محمد. يلا ايه ده؟ انت نهارك اسود يا دكتور. طب معلش، حامل في شهر كام؟ لا هو عشان يظهر في التحليل ده وكده احنا محتاجين سونار لو عايز تعرف تحديدا يعني، بس غالبا عمر الجنين هيكون في حدود 3 شهور تقريبا. 3 شهور؟ اه. طب ماشي يا دكتور، معلش التحليل. اتفضل. ده انت نهارك اسود. قوم. حضرتك أوه، مش عايز تخلف حامل؟ طيب ولا ايه؟ حامل يا ندى؟ لا اله الا الله، ده الناس بتتمنى ان ربنا يرزقها باي طفل. ادخلي لما نشوف المصيبه اللي انت عاملاها دي. في ايه؟ استرها يا رب. محمد ابن صوته عالي كده ليه؟ اقعدي هنا، انا عايز افهم بقى ده حصل ازاي؟ في ايه يا محمد؟ في ايه؟ بتعلي صوتك على مرات اخوك كده ليه؟ مرات اخويا مقرطصانه كلنا وحامل، والتحاليل اهي. يا بسبتي، فهميني بقى ده ازاي حصل؟ حامل اللي هو ازاي؟ ايه التخاريف دي؟ يعني ايه حامل؟ لسه جايين من عند الدكتور دلوقتي وعملنا تحاليل ومرات ابنك حامل. حامل من مين؟ ما تنطقي. انتوا فاهمين غلط يا جماعه، وانا دلوقتي تعبانه، انا ادخل ارتاح. ترتاحي؟ تعالي لي هنا. ترتاحي فين يا ام؟ ترتاحي انت. فهميني يا بت، انت حامل ازاي وجوزك غايب بقاله سنه؟ انتوا مش فاهمين حاجه. انا عايزه جوزي، انا هرن عليه. بقول لك ايه يا بت انت؟ هاتي لي التليفون ده كده. ادخلي جوه قدامي بقى. بقول لك يا بت انت لازم تحترفي لنا. انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه، انتوا فاهمه الموضوع غلط. فاهمه الموضوع غلط؟ لا ده انت لازم تتربي من اول وجديد. يخرب بيتك، المصيبه اللي احنا وقعتنا فيها دي. هتتجمع على كل كلمه. انتوا ظلمتوني كده، انتوا مش فاهمين حاجه. ظلمناكي؟ طب قدامي بقى. مين ايه؟ قدامي يا زباله. قدامي انت لازم تتحبسي هنا. فاهمه غلط ايه؟ عامله مصيبه واكنك ومش باين عليكي حاجه خالص. انتوا فاهمين غلط يا جماعه. انت هتندموا على كل حاجه انتوا بتعملوها دلوقتي. ما انا عارف. اقفلي عليها الباب يا امي. يلا يا محمد، يلا انا عايزاك في موضوع. تعالى انت كمان، يلا تعالى يا محمد. قول لي هنعمل ايه في البت الزباله دي؟ انا مش عارف اتصرف ازاي بقى. اخوك مسافر عشان يسدد ديون وشقيان في كل بلد شويه عشان يعيشنا كويس وكل ده، وفي الاخر هي تعمل كده؟ لا، واكيد بقى هتتحجج بقى يا امي وتقول ايه ده انا لسه عروسه جديده وجوزي سافر وسابني في اول اسبوع. امال ايه؟ والناس بقى طبعا هتقول ما هي عندها حق، ده عريس جديد ايه اللي يخلي يسافر؟ طب يا ابني، طب بص يا ابني، انا عندي فكره. فكره ايه؟ احنا نسقط البت دي، نسقطها ماشي، ونستنى بقى لما اخوك يجي يطلقها يغورها في 60 داهيه، هو حر. على فكره هو ده الحل المناسب. خلاص مفيش حل غير كده. انت يا ندى تعملي كده؟ انت يا ندى
سيب لنا بقى الموضوع ده. لا حول ولا قوه الا بالله. وسع. ادخلي. فينك يا احمد بس؟ فينك تشوف مراتك عملت ايه؟ في المصيبة دي يا ربي. انا عايزه افهم دلوقتي بقى مين اللي عمل كده؟ انت مش فاهمه حاجه يا حماتي والله. انا عايزه دلوقتي اكلم جوزي وهو هيجي يفهمكم كل حاجه وهتفهموا كل حاجه. ممكن بس التليفون بتاعي؟ ده احنا لسه هندخل في الدور ده تاني. يعني انت ما انتش ناويه تعترف؟ يعني انا لو عامله حاجه غلط هقول لك رن على جوزي خليه يجي هو يفهمكم. طب ماشي، اما يبقى جوزك بقى يجي يبقى يفهمنا براحته، ولا جوزك ولا جوز الهند. وسعي لي كده. وبعدين بقى انا عمال ارن على ندى ما بتردش. ايوه انا هتصل على اما اخليها تروح تشوفها، عشان ده اخر مره كنت بكلم ندى كنت حاسس كده انها تعبانه ومش بطبيعتها. يا رب امي بس ترد بسرعه. مين اللي بيرن؟ يا مصيبتي، ده جوزها. اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ لا كده انا مش هعرفه، ده في غربه. ازاي بس؟ الو الو. عامله ايه؟ ايه يا احمد يا حبيبي، عامل ايه يا ابني؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه وزي الفل يا حبيبي. يا رب دايما. بقول لك يا امي، تسلم لي. ايه يا ابني؟ كنت عايزك بس تنزلي لندى كده، عايز اكلمها احسن، ده انا برن عليها ما بتردش عليا، وبصراحه كده عايز اطمن عليها. ندى تليفونها باظ يا ابني، وكسر يا عيني ووقع في الميه، فخلاص ما عادش بيشتغل بقى. فلما اكون انا جنبها هخليك تكلمها. طب هي كويسه يعني؟ زي الفل، ده هي راحت تشتري حاجات من بره. تمام يا امي ماشي. انت كويس يعني؟ انا الحمد لله. دايما يا حبيبي. ده كويس ان التليفون باظ عشان اسمع صوتك يا احمد. الله يخليك يا خليك يا ابني، خليك يا مع ابني. السلامه. سلام 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 يا ابني. هقول ايه بس؟ منك لله يا بعيده، منك لله. في يا عم محمد؟ ايه يا عم زياد بالراحه؟ في ايه؟ احمد اخوك يا عم، فين الفلوس يا عم انت؟ يا عم ما انت عارف احمد لسه ما بعتش حاجه، وبعدين هو مسافر عشان بيسدد برضه ديونه، ومش انت اللي ليك بس، ما هو كام حد ليه يا عم زياد؟ وانا مالي باللي ليه؟ انا ليا فين انا؟ ان شاء الله اول ما ينزل من السفر هنسددك. حاضر يا عم زياد، وهتاخد كل فلوسك. اخوك بقاله سنه ما جابش ولا قرش ولا ربع. يا عم زياد بقول لك اول ما هيجي هتاخد كل فلوسك يا عم زياد. خلاص معلش. ماشي يا عم محمد. معلش. وبعدين فيك يا احمد بقى ام الديون اللي سايبها لي دي، مش عارف اقابل مين ولا مين واصبر مين وادي لمين. لا حتى شويه اللي هنقعدهم على الكافيه مش عارفين نقعدهم منك يا عم احمد. هنعمل ايه؟ همي بقى ضحك وهمي بقى. استغفر الله. هنعمل ايه يا محمد؟ هنعمل ايه بس يا امي؟ انا مش عارف، لا عارف اروح شغلي ولا عارف اقعد على الكافيه شويه. كل ما حد يقابلني الفلوس اللي عند احمد يا محمد، الفلوس اللي اخوك ما بعتش فلوس. هعمل ايه؟ متديانه، مش واحد بقى ولا اتنين، ناس كتير، مش عارف اعمل ايه يا امي. ديانة ايه وزفت ايه؟ ديانة ايه وزفت ايه؟ انا بتكلم على المصيبه اللي تحت. على المصيبه اللي تحت؟ ندى. ايوه يا محمد، انا بتكلم على المصيبه. ايه المصايب دي كلها؟ ما هو احمد مش سايبنا مصيبه واحده يا ابني. سايب لنا مصايب، مصايب بعد عنك. انا اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه؟ مش عارف اخرج من البيت حتى. ندى يا ندى، ندى يا فين ندى؟ ايه ده؟ يا بطني. ندى في ايه مالك؟ الحقني يا احمد. ايه اللي حصل؟ خدوا ابني يا احمد. خدوا ابنك؟ خدوا ابني يا احمد والله. ندى قومي بسرعه معايا للدكتور. قومي قومي على مهلك، تعالي. على مهلك، على مهلك. امشي. مش قادره مش قادره. امشي ان شاء الله هتبقي كويسه. على مهلك. المصيبه دي ايه ده؟ يا مصيبتي، الباب مفتوح ليه؟ مش نقفل تعال شوف البيت. يا نهار اسود، الباب كمان ده مفتوح؟ مش انت بتقول انت قافله بالمفتاح؟ ايوه اصلا. امال ازاي؟ مش عارفه. البيت رايح فين بقى؟
تقدري تقولي لي يا امي راحت فين؟ مفيش غيره، هو اكيد عشان آه. اكيد عشان هو اللي جه وهربها. طب ازاي ده احنا قافلين الباب بالمفتاح؟ معرفش هنعمل ايه دلوقتي؟ ابن حرام اكيد اتصرف زي الحراميه بالظبط. استغفر العظيم يا رب. يا لهوي. طمني يا دكتور، هي ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها كانت حامل واجهضت، والمشكله مش في كده، المشكله انها مش هتقدر تخلف تاني لان حصل لها نزيف. انت بتقول يا دكتور؟ ايه اللي انت بتقولي ده يا دكتور؟ ازاي؟ نهار اسود. لا ممكن يكون كلامه غلط، احنا نروح عند دكتور تاني. لا ازاي مش هخلف تاني؟ تعالي قومي يا ندى، قومي معايا على مهلك. لا اله الا الله. لا يعني كده مش هخلف تاني، مش هيكون عندي عيال. وبعدين يا امي يا دنيا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ انا مش عارفه اتصرف ازاي، البنت راحت فين؟ انا حتى مش عارف اخرج من البيت. كل ما حد يقابلني يقول له الفلوس اللي على احمد. هو انت كل اللي يلزمك الفلوس والزفت؟ ما خلينا في المصيبه دي. امال احنا نمشي في وسط الناس ازاي؟ طب هنروح ده خلاف فين؟ كمان مراته اللي حطت راسنا في الطين. هنلاقيها ازاي وهنتصرف ازاي دلوقتي؟ عرفني هنجيبها منين دي؟ ما تقلقش يا امي، ان شاء الله هقلب الدنيا عليها انا وهنلاقيها. وانت قاعد في البيت. ادخلي على مهلك يا ندى، ان شاء الله خير. على مهلك. ايه ده؟ احمد انت ايوه لابس كده ليه يا ابني؟ كنت فين؟ مش المفروض ان انت مسافر؟ اللي انت لابسه ده رجعت امتى وايه اللي قابلك بدي؟ اهدوا يا جماعه اهدوا، انا فاهمكم كل حاجه. ايه ده ازاي؟ تفهمنا ايه؟ ايوه مين اللي بيخبط ده؟ ايوه يا محمد اخويا، في ايه؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ زياد. ايه يا عم احمد، خلصت الفرح يعني اهو، فلوسنا بقى ولا ايه؟ طب معلش يا استاذ زياد، بس ممكن تصبر عليا؟ قد ايه يا احمد بالظبط؟ انا مش عارف. بص سيبني اسبوع كده ان شاء الله ويكون الامور اتظبطت، وانا هتلاقيني جاي لك من نفسي. اسبوع واحد؟ اسبوع. خلاص اخر مره يا احمد. حاضر، كتر خيرك يا استاذ زياد. معلش بقى يا استاذ زياد. لا عادي، يا جت من اسبوع. طب تعال اشرب حاجه. شكرا. اشرب ايه بس؟ بقول لك ايه يا احمد، حاول انك تتصرف، ده مش اول واحد يقابلني، ده انا في الحاله دي على طول. حاضر يا اخويا حاضر. لولا صمم ان انا اجيبه ويتاكد ان انت برضو يعني ردك عليه غير رد انا. ماشي حاضر، ان شاء الله ربنا يحلها من عنده. ماشي. طب تعالى يا اخويا. تسلم. ان شاء الله تاني ربنا يرزقك بشغلانه وتسدد كل الفلوس اللي عليك. طب انت هتعمل ايه دلوقتي يا حبيبي؟ مش عارف يا ندى، بس هو مفيش غير حل واحد. حل ايه ده؟ انت شايفه محدش سايبني في حالي، الناس خلاص ما بقتش بخرج من البيت، بقى بيجولي البيت، وانا لازم دلوقتي ارتاح من كل ده. اكيد هيصبروا يعني وما تقلقش، هتتدبر يعني وربنا هيقف معانا، اكيد مش هيسيبنا في موقف زي ده. هيصبروا ايه؟ اللي هيصبر يوم مش هيصبر التاني، اللي هيصبر اسبوع مش هيصبر التاني. انا قررت اعمل نفسي ان انا مسافر. تعمل نفسك ان انت مسافر ازاي يعني؟ يعني هشوف شغلانه في اي مكان بعيد عن هنا، بحس الناس كده ايه تهدى شويه، واللي يسأل عليا كده هيقول له ان انا سافرت، ومن الوقت للتاني هبقى اجي ابص عليكي من غير ما حد يعرف ولا ياخد باله. احنا لسه مكملناش اسبوع بعد جوازنا، اوام كده ان انت هتسيبني؟ معلش، المضطر يغلب الصعب يا ندى، عايزك بس تستحمليني لحد ما اسدد الدين اللي عليا. هستحملك، انت عملت كل ده علشاني عشان تتجوزني، فهستحملك لاخر يوم في عمري. ادعي لي يا ندى. بس اتمنى ان انت تيجي على طول تشوفني، اكيد وانا مش هقول لحد ان انت بتجيلي. اكيد، وانا كده هتابع معاكي في التليفون. ماشي يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ربنا يرزقك يا حبيبي وتسدد كل الديون اللي عليك يا رب. وحر قوي يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ده ايه يا اخويا الشنطه دي؟ بصراحه كده انا جالي سفريه كويسه. سفر؟ ايوه سفر. هتسيبنا وتروح فين يا ابني؟ هعمل ايه يا امي؟ ما انت عارفه ان انا على ديون كتير قوي، ولو قعدت هنا، لو قعدت شغال العمر كله مش هعرف اسدها. يا احمد رب هنا رب هناك وربنا هيرزق. ونعم بالله يا امي، بس برضه يا ربنا يسهل. انا عايزكم بس تاخدوا بالكم من ندى مراتي، ومن الوقت للتاني كده تبقى تبصوا عليها. احمد ما تشغلش بالك بمراتك. يا حبيبي ما احنا هنا اهوت وعلى طول معاها، ما تقلقش. ان كان على ندى ما تشيلش همها.
احنا معاها على طول. وعايزك برضه يا امي، يعني انت عارفه ان الحاله على القد، لو اي لقمه ما تنساش برضه. ان كان على اللقمه يا ابني، كلنا عيله واحده، واللي باكل منه هي تاكل منه. يستحيل يعني هبص لحاجه زي كده، ما تقلقش. المهم انت يا حبيبي، انت هتبقى في غربه، تاخد بالك من نفسك يا ابني، من لقمتك ومن هدمتك ونومتك يا ابو. سيبها على الله يا امي، كده كده مهما كان الغربه اهون من كلام الناس، وان انا ما بقتش عارفه امشي في الشارع وكل اللي يقابلني عايز تعبت من الضغوطات يا امي. احمد، الغربه عمرها ما كانت اهون من بيتك واهلك وناسك. بس معلش. بقول لك يا احمد يا اخويا، انا مش عايزك تزعل مني. انت موضوع السفر ده مزعلني وقاطع فيا بجد، بس انت عارف ما باليد حيله، ولو معايا فلوس انت عارف مش هتاخر عنك وهسدد دينك. عارف يا اخويا من غير ما تتكلم. ان كان عليا مش عايزك تمشي وتسيبنا ولا تسيب مراتك ويبقى في ده انت وسطنا. لسه يا ابني عريس، انت لسه عريس يا حبيبي، يعتبر ما كملتش الشهر حتى. يلا يا ام خير ان شاء الله. بس انت يا احمد بجد متاكد ان السفريه دي كويسه وهيبقى مرتاح هناك؟ ايوه يا اخويا، ايوه كويسه. ربنا يريح قلبك يا ابني، يلا. ويوعدك بولاد الحلال يا رب، وابعد عنك ولاد الحرام. السلام ربنا عليكم. يسترها عليك يا احمد يا ربنا اخويا. يحميك يا حبيبي، يا وجع قلبي عليك يا ابني. يا امي بصراحه اللي احمد عمله ده هو الصح. هيسدد ديونه منين؟ مش عارف يمشي من الناس، مسكين هيعمل ايه؟ صح ايه يا محمد لما يتغرب بعيد عن اخوه وعن مراته اللي لسه عروس، هو عن امه. انا عارف ان يا انت محمد. انا عارف ان انت ام، وقلبك برضو واكلك وحرقك عليه، بس هيعمل ايه يا امي؟ مش ما عارف. باليد حيله. ابني هيبقى في الغربه. وهو ده كل اللي حصل، وانا ولا سافرت ولا نيله. هو انا كنت لاقي فرصه هنا عشان الاقيها بره؟ انا اضطريت بس اعمل كده عشان ابعد عن عيون الناس والوش والديون اللي كانت عليا، وكنت باجي من وقت للتاني اطمن على ندى. طب وبالنسبه اللي كان في بطنها ده كان يبقى ابني. ايوه كان يبقى ابني. يا ابني انا عملت كده غصب عني. انا كنت فاكره ان غصب عنك ايه؟ ليه ما اتصلتوش بيا وعرفتوني وتشاركوني الامر ولا اللي كان بيحصل؟ فضلت اتحايل عليهم كتير عشان ارن عليك، اخدت مني التليفون، لا وايه، فضلت تضرب في بطني لغايه لما كنت هروح من ايديها، هعرفك ولا إيه؟ رحمه ولا بصت ولا سمعتني حتى. وخلاص ارتحتوا؟ ندى مش بس سقطت، لا ندى كده مش هتخلف تاني يا مسبتي. زي ما سمعت بسبب اللي انت عملته. ونوديها لاكبر دكتور. خلاص حتى العلاجات ولا الدكاتره مفيش امل. يا احمد انا عملت كده والله العظيم، كنت فاكره ان هي بتخونك. كنتوا يعني كلموني. انا لو وحشه كنت اقول لك رن على ابنك ويجي هو يفهمكم كل حاجه. ايه ده يا اخويا؟ يا ريت تسامحني، وما تلومش امك كانت بتغسل شرفك. تغسل شرفي؟ قطعت نسل خالص. يا احمد انا كنت مفكره ان هي بتخونك يا ابني، صدقني والله. بس اللي حصل احنا حصل. خفنا عليك، انت المفروض ان انت كنت مسافر، خفنا عليك، خفنا نبلغك بحاجه زي كده. طب انت متديانه، انت اللي حطيتنا في الموقف ده مش احنا على فكره. تقومي تقتلي ابني؟ قولوا لي بقى هتتصرف ازاي دلوقتي؟ تقتلي روح هتقابلي ربنا ندى احنا ما كناش نعرف بكده يا ندى. مفيش داعي للكلام ده، وكل ده مش هيرجع حاجه. انا خلاص هبيع الشقه وهسدد كل ديوني وهاخد مراتي ونعيش في اي مكان. يلا يا ندى. هتمشي نعمل وكيل. ادخلي يا بنتي، ندى. ما كنتش اقصد يا احمد. اوعى يا محمد يا احمد. بقول لك ايه، ايه يا ندى؟ بما ان بقى ان انا ما بقتش اخلف تاني، وعمري ما هيجيب لك العيل اللي كان نفسك فيه، انت ممكن تسيبني او تتجوز عليا؟ ما تقوليش كده يا ندى، انا عمري ما هتخلى عنك، وزي ما بدأناها مع بعض هننهيها مع بعض. يلا ربنا يخليك ليا يا رب. يلا يا ندى.